السلام عليكم أصدقائي، أجي نشارك معكم طريقة البيني ويلا بينا بسم الله. هنا حبايبي درت 400 غرام ديال الطحين، معلقة كبيرة ديال سكر سنيدة، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، بيضة، وخلط المكونات مع بعضها حتى تلفت البيضة. من بعد كنت نسيت مليحة، درت معلقة ماشي معلقة شوية ديال المليحة، و250 مليلتر ديال الحليب اللي غنستعملوه في 400 غرام ديال الطحين. كنخلطوهم مزيان غير بشويه بشويه، كنبقاو نضيفو الحليب حتى كنحصلوا على هذه النتيجه. غادي نخليوها ترتاح واحد نص ساعه ونرجعوا. من بعد ما خليناها هنا نص ساعه ارتاحت مزيان، دابا غادا ندير لها شويه، واحد 100 غرام تقريبا ديال الزبده، وغادا نحاول ندخل فيها الزبده مزيان حتى ما تبقاش كتبان، حتى كنحسوا بها دابت الزبده تماما. وغادي نخليوها تخمر. هنا غطيتها ببلاستيك وخليتها تخمر. دابا كيف كتشوفوا ها هي خمرات، رديت فيها الخميره ديالها. ايوا صافي، كندير الطحين وغادا نطلقها. دابا كنستعملوا الدلاك من طبيعه الحال. صافي كنبقى كندلكها بالدلاك، نطلقها حتى كتدلك مزيان، حتى كتجي على هذا الشكل هذا. كنقطعوها على شكل دائره، ومن بعد غادا نخويها من الوسط بهذا الشكل هذا، وغادي نخلي العجينه ديالي تخمر. وهنايا العجينه ديالي خمرات، غادا نبدا كنقلي فيها. من بعد ما الزيت سخن مزيان على عافيه متوسطه، بديت كنقلي السفنج ديالي او البيني. كيجي غزال البنات، ما كيشربش الزيت نهائيا، كيجي غزال. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه. ايوا صافي، دابا السفنج ديالي وجد كيجي على هذا الشكل هذا. بالصحه والراحه، نتلاقى بكم في فيديو جديد. خليتكم على خير، السلام عليكم.